بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبيبي يا رسول الله، يا رب تكونوا بخير متابعيني حبايب قلبي. ربنا يزيدكم كمان وكمان. يا ريت ما تنسوش اللايك، بيكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطري يا رب. متعرفوش التعليق أو اللايك بيعمل معايا ايه. بكون مبسوطة جدا جدا جدا. ربنا يفرح قلوبكم يا رب. دلوقتي احنا هنعمل أكلة شعبية جميلة جدا كلنا بنحبها طبعا، مفيش حد ما بيحبهاش. هنعملها ان شاء الله النهاردة بطريقة جديدة غير المعتاد. هنعمل ايه يا حنان؟ هنعمل كشري مصري بس الحلة الواحدة. يعني الأول كنا نسلق المكرونة في حلة، ونعمل تسبيكة في حلة، ونعمل رز في حلة. كله حلل حلل حلل. لا، النهاردة ان شاء الله هنعمله بطريقة حلوة سهلة وبسيطة. شفتوا في أول الفيديو معانا كده؟ جبت بطاطستين وبشرتهم، قشرتها وبشرتها وبحمرها. دي من ضمن الايه، يعني الجرنشة بتاع الطبق الكشري. تمام. ما عنديش حمص طبيخ، اعمل ايه؟ جبت بطاطس بشرتها وحمرتها واحطها على وش الكشري. تمام، حرقت الدنيا انا كده. تمام. جبت كده البصل، ما قطعتهوش ايه، جوانح او جوليان. لا، انا قطعته مكعبات كده. حابه البصل لما بتقطع مكعبات بيبقى حلو قوي ومقرمش اكتر من الجوليان. تمام. جبت معلقه كده من النشا وقمت حطها على البصل بعد ما قطعتها. بصلتين مش بصله واحده يا حنان، اتنين. تمام. ورشتهم عليها كده وايه، وسبتها شويه يمتص الميه اللي في الايه، اللي في البصل. تمام. معايا البطاطس بقى بتتخانق مع بعضيها في الطاسه. حمرتها كده، اللي هي المبشورة دي بتتخانق مع بعض، مش مشكلة، كده كده هتقرمش بعد كده وهتفرفش وتكرمش مع بعض. اللي انت بتقوليه ده هو. ماشي. كده هخرج بقى البطاطس، خلاص كده احمرت، وهخرجها واطلعها كده في مصفى تصفي الزيت منها. نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البطاطس هحمر فيه البصل. يعني انت حطيت في الطاسة زيت اهو، حمرت البطاطس، هتكملي البصل، هتكملي الرز، هتكملي كل حاجة بعد كده بنفس الزيت اللي انت عملتي فيه الايه، اللي انت عملتي فيه البطاطس. معايا البطاطس شايفين مقرمشة ومنعكشة. ده ايه؟ دوت العدس، اللي هو العدس بجبة البني، اللي احنا بنعمل بيه الايه، الكشري، اللي هو اساس الكشري. انا ما سلقتهوش، غيرت الطريقة بتاعتي تماما، نقعته حوالي ساعة قبل ما اعمله. نفش كده وملا، وما شاء الله عليه. يعني حمرت البصل شايفين؟ لو في صوت بقى، سمعت صوت القرمشة. خدت برضو من نفس الزيت بتاع البصل والبطاطس. المفروض ان انا بعمل رز بشعرية، بس للأسف ما لقيتش عندي شعرية. هنقف؟ لا طبعا، مصممين نكمل. جبت كده شوية رز، يعني حوالي كوباية من الرز البلدي بتاعنا، غسلته قمت مشوحاه كده في شوية زيت. طب وبعدين هتعملي ايه تاني؟ هجيب العدس بتاعي اللي انا نقعته. تمام. لما بتسلقيه بيقشر كده وما بيبقاش حلو. لا، ده بقى لما بيتنقع بينفش كده، وبتبقى الايه، العدسية كده كاملة كده وجميلة ومحتفظة بنفسها. شطفته طبعا وحطيته في مصفى، صفيته وجيت نازلة بيه على الرز، وبديله كمان تشويحة بالزيت اللي هو بتاع البصل والبطاطس. حطينا ايه؟ حطينا معلقة من الملح. طبعا لازم نحيق الاكل بتاعنا، امال هناكله عادب؟ تمام. خليكم معايا ان شاء الله هتعملوا الكشري ده هيعجبكم جدا. هنحط ايه تاني يا حنان؟ معايا المكرونة بقى. اسباجيتي، على اقلام، على مرمرية، على معوجة، على مكرونة جمبري كده صغيرة. تشكيلة جميلة من المكرونة، مش صنف واحد، ده أصناف كتير. تمام. عايزين نحلي الكشري بتاعنا، ونشوح بقى المكرونة مع الرز مع العدس بالزيت بتاع البصل والبطاطس. طيب كده خلاص؟ لا، غليت مية في الكتل. هحط مقدار المية بتاعي. المهم ان انا ما غرقش الرز ولا المكرونة مية. المية بتاعتي تكون لغاية اغطي بيها بس المكرونة والرز كده، احس ان خلاص اتغطت. اقوم ايه، مغطية عليها الحلة وسايباها تغلي غلوتين، واقوم مغطية عليها مهدية النار عليها زي الرز تمام. ده ايه بقى؟ دي التسبيكة. ما جبتيش التسبيكة ليه وانت بتعمليها يا حنان؟ تسبيكة سهلة خالص. حمرت توم، وقمت حاطة عليه معلقتين من الطماطم الصلصة. ما عنديش طماطم صلصة، هعمل طماطم من بتاعتي في الخلاط واسبكها عادي. تمام. اللي معايا دوت الدقة.
معايا معلقة كبيرة من التوم. انا عملت راس توم كبيرة، عملت نصها للتسبيكة والنص التاني الايه اللي هي الصلصة بتاع التسبيكة اللي هي صلصة الكشري. معايا معلقة من التوم، معايا معلقة كبيرة من الشطة الناعمة الحامية. تمام، في نفس الزيت هو بتاع البصل والبطاطس. تمام، عملنا منه كل الأكل. نزلت بإيه دوت يا حنان؟ كوباية من الخل. تمام، دي بقى الدقة بتاعتنا اللي احنا بنعملها للكشري. يا ريت اللي بيعمل بقى الدقة بتاعته زي كده يقول لي ان هو بيعملها زي ولا لا. انا بفرح جدا بأي تعليق يا جماعة والله. تمام، غليت كده خدت ودت خلاص كده، هنطفي عليها. بعد ما بردت كده فرغتها في كوباية واحط لها المعلقة. يا سلام على الدقة، ويا سلام على الكشري بتاعنا اللي هو كشري الحلة الواحدة. تمام، حاجة كده ايه، فخر من الآخر. طب تمام، والبصل مقرمش وجميل، والبطاطس مقرمشة ومنكوشة. والتسبيكة بتاعتنا اللي هي صلصة الكشري ما بتكونش تقيلة، بتكون خفيفة كده. خدي بالك حتى وانت بتجيبيها من المطعم. معانا بقى الرز بتاعنا اللي هو بقى الكشري، بقى رز ومكرونة وعدس، حاجة كده ايه، فخر من الآخر. نعمل بقى طبق كده غرفنا، نحط الصلصة وهنحط البصل وهنحط البطاطس، وحاجة بقى ايه من الآخر. طبق كشري بيتنا عاملينه بإيدينا ضامنين نضافته. ويلا نتغدى، تعالوا كلوا معانا. يا ريت اللي يشوف الفيديو يدعي لي دعوة حلوة، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.